مثل وكأنه تهيألي انه سمعت بالغلط اشاعة يجوز انه تكون صحيحة. هيدي الاشاعة بتقول انه دولتنا الكريمة والعريقة والمحترمة المضروب على راسها رح تقطع عنا الكهرباء كليا 24 على 24. ايه، هيدا انجاز. هيدا انجاز لازم الانسان يوقف قدامه مسبوع، ولازم الانسانية اجمعين تعترف بفظاعته. فظيع لانه. ورجعت نتفي انا بذاكرتي، رجعت ذاكرتي لوقت ما تفضل واجا سعادة فخامة وزير الطاقة واستلم وظيفته، وبكل طاقة وعنفوان طقنا خبرية انه لبنان رح بصفي عم بشعشع 24 على 24، ولزقنا بانويات على الطرقات لدرجة انه هلكنا قد ما بظ فينا الامل. وكاين عم بيعبي امل اضافي من رئيس مجلس النواب بما انه هداك بيصدر امل برضه، واتنيناتهم صاروا عم بيوزعوا الامل على العالم. ما كناش عارفين انه رح يجي وقت ويصفوا يربوا الامل بروسنا نحن. انا مثل وكأني ملاحظ في ما يشابه بتغيير خطاب لسعادته وفخامته وجلالته من سنة لليوم. يبدو انه صار في سوء تفاهم بمحل من المحلات، ولاقى استاذنا انه التغيير والاصلاح بيبدأ بقطع التيار الكهربائي. ونظرية ناجحة بدها تكون لحتى اجت الحكومة ووافقت عليها ومشيين الجماعة بتطبيقها. لكن حكومتنا ودولتنا عم تستعمل هيدا الاسلوب لحتى تخلي اللبنانية يصيروا اكتر رومانسية، اكتر رومانسية بايامهم ولياليهم لما يقضوهن على الشمعة. الرومانتيك الخبرية شو بدك. وشوفوا شو رومانتيك الخبرية بتصير اذا نزلوا هودي اللبنانية عالبلد بشي سهرة من سهرات بيروت الجميلة والمعتمة، وولعوا البرلمان وولعوا السرايا بما فيهن، وعملوا قبولتين كبار، وعزموا الشعب اللبناني يسهر سهرة من العمر عضو القمر ويحتفل بهالمناسبة اللي هلأ صارت مناسبة انه تصير بقى. وخدلك ع رومانتيك يا بابا. بس يا ريت، يا ريت انه الشعب اللبناني نتفي رومانسي شوي اكتر من ما هو. احتراماتنا.